اسألك كام سؤال وعايزك تجاوب بكل صراحة. رز وبسلة ولحمة ولا برجر وفرايز وكولا؟ مع العلم ان الاتنين نفس الكالوريز، ده 1600 وده 1600. طب تمام، انت اخترت البرجر والفرايز والكولا، عايزك تختار تاني معايا. تنزل انت تروح تجيب الاكل بنفسك ولا تطلبه دليفري؟ طب خلاص، طلبته وجالك دليفري وكلته وخلاص كله تمام. دلوقتي تروح تشتغل او تذاكر ولا تنام نص ساعة ساعة بعد كده تقوم تشتغل؟ لو جينا نشوف تلاقي ان معظمكم اختار الجنب الشمال لمجرد انه اطعم واسهل واريح، وركنت الجنب اللي انت شايفه من وجهة نظرك اصعب. بس كل ده مقابل ايه؟ ضحيت بصحتك، ضحيت بنشاطك البدني، ضحيت بالالتزامات اللي المفروض انت تعملها. انت كسول، ايوه انت كسول ولازم تعترف بكده. بس ما تخافش، في الفيديو ده انا اعرفك السبب الحقيقي وراء الكسل ووراء افتقارك للموتيفيشن. انا يوسف حسن، وفي الفيديو ده انا اعرفك ازاي تتغلب على الكسل. فاقفل على ايدك، شوف الفيديو للاخر عشان تفضل تقلب في الموبايل كتير، اصلا مش تبقى كسول وضعيف الاراده ومتخاذل. اول حاجه لازم نفهم يعني ايه كسل عشان نعرف نتعامل معاه. فكك بقى من العلم والكلام الكتير. الكسل الاحساس اللي بيجيلك لما تبقى قدامك حاجه صعبه انت عايز تعملها، او حاجه جديده انت تكون عايز تروح تعملها، وده مش معناه ان انت مش قادر تعمل الفعل ده، لا، ده دماغك هي اللي مستصعبه ومش قادره تستوعب الفعل ده او الهدف اللي انت حاطه قدامك. واحد حب ينزل الجيم جديد وحاطط هدف ان هو يخس 10 كيلو في الشهر، ده طبعا رقم خرافي، بس خلينا ماشيين على نفس المثل. المهم لو هو صاحب القرار، وانا اقصد بصاحب القرار ان هو مش حد اللي قايل له تعالى ننزل الجيم سوا، هيبقى متحفز اول يوم ويلا بينا ننزل وهنخس النهارده 2 كيلو 3 كيلو ويلا بينا ننزل الجيم. نزل الجيم اول يوم هتلاقي ان عقله بيقول له ايه المجهود اللي انت وديتنا ليه ده. تاني يوم هيكسل شويه ينزل الجيم متاخر، تالت يوم ممكن ما ينزلش الجيم، رابع يوم نسى الجيم تمام. وده مش بسبب الارهاق البدني اللي هو حس بيه، لا، وده بسبب ان عقله شاف ان في مجهود كبير وما شافش نتيجه. هو كان عامل هدف ان هو يخس 10 كيلو في الشهر، لقى نفسه ما خسش، فطبيعي عقله هيقول له انت بتنزل على ما فيش. طب هو ده السبب اللي ورا الكسل؟ لا، في اسباب كتير بس انت مش حاسس بيها. اللي انا لسه قايله من شويه ده بيحصل عند كله، كده بيحصل عند كله. بس بقى جنب اللي انا قلته في عوامل تانية هي اللي بتوصلك انك تبقى انسان كسول، زي مثلا الاجهاد البدني. وانا اقصد بالاجهاد البدني مش اللي هو انت نزلت الجيم، لا، انا اقصد الناس اللي بتروح الجيم تقعد 3 4 ساعات وبتلعب عدد مجاميع خرافيه، 3 4، وفي ناس بتوصل ل5 و8 كمان، وبيحطوا تمارين كتير مالهاش لازمه. فكل ده ادى اللي انت بقيت مجهد بدنيا. ده معنى الاجهاد، مش الاجهاد اللي انت نزلت الجيم ساعه ساعتين لعبت المجاميع المظبوطه تمارين المظبوطه، لا، الاجهاد البدني اللي انت بتعمل اوفرلود على جسمك، بتحمل على جسمك بزياده انت مش عايزها، فدي حاجه هتقفلك من الجيم. ولو انت كده فارجوك حاول تغير نظام التمرين بتاعك. ولو محتاج حد يكون جنبك فاهلا بيك في LCT ليستر كارد تيم. هتوصل معانا للجسم اللي انت بتحلم بيه وفي اسرع وقت. بيكون معاك نظام غذائي مخصص لاسلوب حياتك ومش هيحرمك من الاكل، ومعاك نظام تمرين مهيئ على اسلوب حياتك سواء بتتمرن في البيت او في الجيم، وعدد التمارين اللي ملوش لازمه والمجاميع اللي ملهاش لازمه انا هظبط لك اسلوب حياتك. كل اللي عليك ابعت لي كوتشنج بس على التليجرام، اللينك موجود تحت في الديسكربشن، وهيتواصل معاك حد من التيم. طب تمام، الارهاق البدني وعرفناه، ايه كمان؟ عندك قله الحافز. طب دي ازاي احلها؟ طيب يا حسن، دي انا اقول لك ازاي تحلها، بس اتقل عليا. وحاجتين كمان ممكن ما تكونش انت متخيلها، الا وهي الدخان والاكل اللي مش صحي. واهم حاجه هي التاجيل. اياك والتاجيل. التاجيل اسوأ قرار انت ممكن تاخده في حياتك. عايزك تعرف ان مهما انت ملتزم، مهما انت ديسيبلين، لو اجلت بنسبه 70% مش تعمل اللي انت مأجله. طب خلاص، انا عرفت انا ليه انسان كسول يا حسن، عرفني ازاي اتغلب على الكسل. عناية يا قلب حسن. اول حاجه، انا مش عايزك تاجل تماما. لو اجلت اعرف زي ما أنا قلت لك ان انت بنسبه 70% مش هتعمل اللي انت عملته. قدامك تاسك لازم تخلصه النهارده، خلاص هو هيخلص النهارده. زي الصلاه، انت الصلاه لو اجلتها صدقني مش هتصليها. ليه ربنا امرنا بالصلاه في وقتها؟ عشان انت لو اتاخرت عن الصلاه او انت تكاسلت عن الصلاه، صدقني احتماليه كبيره ان انت ممكن ما تصليهاش. وده طبعا مش اوبشن، يعني انت المفروض تصلي، المفروض تصلي الصلاه في ميعادها. فبالظبط اي تاسك هو عامل زي الصلاه، لو ما عملتوش في ميعاده صدقني مش هتعمله وهتنساه كمان. فما تاجلش اي حاجه وراك واعملها في وقتها. وده يودينا لتاني حاجه، هو اللي انت تحدد اولوياتك وتحدد مواعيدها. يعني انت لو عندك تاسك ان انت مثلا تذاكر ماده كذا الساعه كذا، خلاص انت تروح تذاكر الماده دي في الساعه دي. لو قدامك ايه تروح تعملها. عليك ان انت تنزل الجيم النهارده الساعه 6، خلاص يبقى الساعه 6 لو قدامي ايه هنزل الجيم، لو قدامي ايه هنزل الجيم. طب افرض اصلا يا حسن انا ما عنديش الشغف او التحفيز اللي انا انزل الجيم. طب اسالك كام سؤال، انت ليه بتنزل الجيم؟ ليه بتذاكر؟
ليه بتشتغل؟ وده يودينا لتالت حاجة، هي إنك تخلّي أهدافك clear أو تخلّيها واضحة قدّامك. أنا باذاكر عشان أوصل للكلية دي، وأنا باجتهد في الكلية عشان أطلع دكتور أو مهندس. أنا باشتغل عشان يبقى معايا فلوس وعشان أجيب الحاجة اللي نفسي فيها وعشان أعيش بيتي مرتاح. لازم أهدافك تبقى قدّام عينك 24 ساعة. تمام، كل ده حلو، بس معلش يعني ما تخلّيش برضه أهدافك عايمة. يعني إيه أخلّيها عايمة؟ يعني زي ما أنا قُلت، عايز أشتغل عشان أجيب فلوس. طب عايز أجيب فلوس ليه؟ عشان أجيب مثلًا العربية دي. يبقى لازم بقى تاخد العربية دهيّة تعلّقها قدّام عينك، على طول ماشي يمين شمال شايفها، حاططها والبيبر بتاعة سكرين كل ما تفتح الموبايل تشوفها، تفتكر إن أنت في حاجة لازم تشتغل عشانها، فلازم أتعب الشهر ده، أشتغل بزيادة عشان أجيب العربية دي. لازم تقول هدفك بالتفصيل. أنا قُلت الموضوع ده كتير، بس في كتير بيسمع وما بينفذش وما يعرفش مدى أهمية إنك تحط الهدف قدّام عينك. لازم أهدافك تبقى واضحة عشان تفضل متحفز. دماغك دايمًا مش في صفّك، دماغك بتوديك للcomfort zone. دماغ السحلية اللي جواك مش عايزة تشتغل، دماغ السحلية عايزة يرتاح. هو عايز يرتاح، أنت ما تريحوش، قوم واشتغل، اغصبه على الشغل، اغصبه على إن هو يشتغل. وآخر حاجة عايزك تدوبامين detox أو تصوم عن الدوبامين. ليه؟ لأن دماغك زي ما قُلت هي بتوديك للحاجة اللي بتريحك، فلما تقطع عن الحاجات اللي بتريح دماغك هتقوم وهتشتغل. وفي الفيديو ده أنا اتكلمت عن الدوبامين ديتوكس بالتفصيل، وإيه هو الدوبامين وإزاي تستغله لصالحك، فروح شوفه وبعد كده اقفل تمامًا، قوم واشتغل. كفاية كسل، أنت كراجل ما ينفعش تبقى إنسان كسول، أنت كراجل المفروض تفضل قاعد شغال لحد ما توصل لهدفك. بعد ما تجيب هدفك تقدر ترتاح. جدودك زمان لما كانوا بيحطوا هدف إنهم رايحين يصطادوا ما كانوش بيريحوا غير لما يجيبوا الأكل. أنت كراجل ما فيش حاجة اسمها راحة، في حاجة اسمها تشتغل، 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 خلصت شغل تروح تشتغل كمان لحد ما توصل للهدف بتاعك. لما توصل ساعتها تريح، ما تريحش غير لما تنجح وغير لما توصل لهدفك. ودي نصيحة أخيرة، أنا الموضوع مش مجهزه بس لازم أقوله، هو إنك تجهز البيئة اللي حواليك. بمعنى أنت دلوقتي رايح تذاكر مادة كذا، مادة كذا خلاص ليها كتب معينة، خلاص تمام، أنت تروح تنضف الأوضة بتاعتك، الأوضة بتاعتك نضيفة، الأوضة بتاعتك ما فيهاش غير الكتب بتاعة المادة دي، لا بقى لاب ولا تاب ولا موبايل، هو الكتب بتاعة المادة دي وبس. تقوم داخل الأوضة وتقفل على نفسك، يمين شمال هتلاقي نفسك بتفرك يمين شمال لأن أنت على السرير شوية مش عارف إيه، في الآخر هتلاقي نفسك قمت واشتغلت على الكتاب. ليه؟ لأن أنت منعت كل حاجة حواليك، منعت كل وسائل الراحة اللي حواليك، فخلاص مبقاش في قدامك غير ده، فخلاص أنت تروح تعمل ده، لأن دماغك ما بتحبش الزهق برضه، فهتلاقي نفسك في الآخر رُحت ذاكرت. ولازم تتعلم إزاي تنظم يومك. أنت من غير تنظيم عامل زي اللي في صحرا ومش معاه خريطة ولا معاه حد يدله، ممكن يوصل بس هيوصل متأخر وممكن ما يوصلش تمامًا، عكس أمّا يكون معاك خريطة ومعاك حد يدلك ويعرفك إزاي تنظم يومك. فخش ابعت لي على التليجرام عرّفني إيه هي مشكلتك، هنخش كام كول سوا وهنضبط الدنيا وهاغيّر لك حياتك زي ما غيّرت لكتير حياتهم. وبس كده، عايزك تعرف إن الوجع والتعب اللي في بداية التزامك ده شيء طبيعي جدًا، عامل بالضبط زي ما بتنزل الgym. أنا دلوقتي في الأول لمّا كنت مثلًا بالعب chest press، كنت مثلًا لمّا باطلع ال20 كيلو كنت بالاقي الموضوع صعب. دلوقتي أنا ال20 كيلو دلوقتي أنا باسخّن بيها، ده ليه؟ لإن دماغي وجسمي وعضلاتي اتعودوا على المجهود ده، فخلاص بقى بالنسبة لي عادي، بقيت باطلع ال20 كيلو باسخّن بيها بس. أنت التزمت بحاجة هتلاقي في شوية صعوبات ومشاكل في الأول، لكن لو أنت تغلبت عليها خلاص هتلاقي الموضوع بقى سهل معاك. هتلاقي مثلًا إنك تذاكر 10 ساعات ده حاجة طبيعية جدًا، فلو فضلت ماشي على الطريق وما وقفتش هتنسى الوجع ده تمامًا، وهتحب كونك إنسان ملتزم، إنسان ناجح، هيبقى عندك ثقة في نفسك كبيرة، ثقة إنك تكسر حيطان البيت، وخليك راجل للآخر. وبس كده، ربنا يحفظكم، ربنا يوفقكم، السلام عليكم.